نوع من انواع الماركتنج اللي بشوفه الفتره دي حته بوابات الساحل، ان انت تبقى معدي من قدام الجيت وتبدا الناس تديك سامبلز كتير قوي، والناس تبدا ان هي تصورها وتقعد تقول لك يا بوابات الساحل الجميله بصوا مش عارفه ايه، مع ان كل الناس دي مش فارق معاها اكيد الثمن بتاع كيس شيبسي، او مش فارق معاها مثلا ان هو يديك واحد جاكور ايه او مش عارفه ايه، الحاجات دي كلها مكتوبه على 7 جنيه و10 جنيه، فما اعتقدش ان الفلوس فارقه. الناس دي مبسوطه ليه؟ بني ادم كخلقته بيحس بابريشيشن لما حد يديه حاجه فور فري، والحاجه دي اصلا المفروض الناس بتدفع لها فلوس، فهو بيحس ان هو ايه ده، الله ايه الكرم ده يا جماعه، الله حلو ان انتوا بتعملوه ده، ويبدا ان هو يصوره. فده نوع من انواع الماركتنج. بعيدا ان انا لما جيت الساحل حظي كان رائع جدا جدا، لاني زي ما هوريكم دلوقتي توزع عليا كميه حاجات مهوله انتوا مش متخيلين ازاي، لدرجه ان انا قلت يمكن الناس دي فيك اصلا وبتصور حاجات مش حقيقيه، بس في ناس فعلا اعرفها قالت لي فعلا ان الحاجات دي اتوزعت. حلو ان انت تتبع اكتر من طريقه في الماركتنج، مش بس تعتمد على الديجيتال بس، او تعتمد على طريقه واحده بس في الماركتنج. استنوني في